ازاي بتتخلصي من تسبغات البشرة العنيدة؟ كريمات اسعارها غالية، محتاجة مداومة وميزانيتك ما تسمحش. طب هتعملي ايه؟ صلي على سيدنا النبي واديني حسنات. مطلوب منك ايه عشان تفتحي التسبغات العنيدة دي؟ مطلوب منك هتجيبي لي مستخلص العرقسوس. عملتيه خلاص وجاهز عندك. هتجيبي عليه قشر برتقان تغسليه كويس وتحطيه عليه. حطيه على النار يغلي لمدة 3 دقايق. خلاص عملنا كده. بعد ما يبرد تماما ضيفيلي عليه معلقة نشا. لما تحطي عليه معلقه النشا، ارجعي حطيه على النار تاني على نار هاديه. هتلاقي قوامه تقل معاكي. هنرفعه من على النار وهنحط عليه معلقه حليب بودر. وهتزيدي لي عليه كمان جل الوفيرا. وحطي لي معلش معلقه زيت لوز حلو. هيبقى عندك قوام كريمي. استخدميه على بشرتك يوميا يوميا، وانسي التسبغات وانسي البقع وانسي اي مشاكل تسبغيه في بشرتك. بالماسك دوت هتستخدميه لمدة 20 دقيقة على بشرتك، ولو في حاجة في رقبتك ولو على ايديكي انت برضو تستخدميه، مفيش منه اي مشكلة ونتائجه فعالة، وهتلاحظي فرق رهيب في خلال اول اسبوع. بس كده، انت مش محتاجة اكتر من كده عشان تفتحي بشرتك يا جميلة. ما تنسيش اللايك وما تنسيش الشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.